طبعا كلنا عارفين البقر الهولندي وبنشوف حجمه مهول ازاي. هو ازاي وصل للحجم ده؟ فيديو النهارده مهم جدا لكل الناس. هل الالياف العضليه بتزيد ولا لا؟ لا. هاو؟ كيف؟ هقول لك دلوقتي. الالياف العضليه ما بتزيدش، ولكن اللويفات العضليه بتزيد، اللي جوه الليفه العضليه. فلما اللويفات العضليه بتزيد مع التمرين الجيد، تمرينات القوه اللي احنا بنتمرنها، مع الاكل الجيد، مع الريكفري الجيد، بيزيد عند المقطع الفسيولوجي، قطر العضله بيزيد، وبالتاكيد كمان طولها بيزيد، فالحجم بيزيد من الخارج. هنرجع نسال نفس السؤال، امال الليفه العضليه ما بتزيدش ليه؟ الموضوع بيرجع للجينات، بيرجع لجدك، بيرجع لجد جدك، بيرجع يابا. وانت السبب يابا اللي خليت بيا. طبعا الموضوع ده بيرجع لهرمون اسمه الميوستاتين. الميوستاتين ده هرمون بيوقف حجم النمو العضلي حسب قدراتك الجينيه. يعني حضرتك لو قعدت تتمرن من هنا للسنه اللي جايه مش هتزيد الا بالحجم اللي انت المفروض تزيده فقط جينيا، وهتتوقف عند كده الا في حاله واحده، لو خدت سترويد هرمونات، ومش بنصح بكده بالتاكيد. طبعا كلنا عارفين البقر الهولندي وبنشوف حجمه مهول ازاي. هو ازاي وصل للحجم ده؟ هم بقى بيلعبوا في الهرمون بتاعه ده، بيعملوا له عمليه تثبيط، يعني بيوقفوه او بيقللوا معدل افرازه، فبالتالي نموه بيزيد، حجم العضله بتاعته بتزيد، فلحمه بيزيد، فيبيعوا منه كتير. زمان كانت لعيبه البادي بيلدينج كانت بتاخد حاجه بتثبط برضو الهرمون دوت، ولكن احنا برضو مش بننصح بيه ومش هنقول ايه الحاجه ديت. وطبعا لو كل واحد اتمرن سنة 2 3 4 5 وحجمه ابتدى يزيد، مش هنعرف نجيب لك هدوم على مقاسك يا بيه. عشان كده بنحمد ربنا ان كل واحد ليه مقاس معين بيوصل له وبيقف لحد كده. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، لايك وشير عشان تعرف غيرك. ايه تاني ممكن نقوله؟ اقفل يا ابني.